حبابك يا جناب شنان، حبابك والله. انا من قبل بديك قستي بالحساب ذاك، ما عندك المشكله منك انت شو المقاتل. ايوه دي فحبابك والله، حبابك الف. نرت اللايف، تحيه لك وتحيه لكل الاهل بولايه الجزيره. شباب غيرك وربنا يديك العافية ويوفقك لما يحب ويرضى. انت صراحة ديدنا وصوتنا، خلي بالك، الواصل لكل اهل السودان في كل بقاع، بكل بكل نسائج الاجتماعية. فبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحرية، السلام، العدل، الديمقراطية. فباسمها نتكلم، وإنابة عن أهل مشتركة الجزيرة، وأصالة عن نفسي أتكلم في موضوع العنصرية والهجوم على القوات المشتركة. ومن هنا نوصل صوتنا لكل من ما يعرف القوات المشتركة. في دخول الجزيرة عندنا أكثر من 411 شهيد، وأنا من أهل الجزيرة. كل اللي ما بيعرفني يكون عارف إنه أنا من أهل الجزيرة. وعندنا زي ما تفضلت عندنا 411 شهيد. فالمشتركة سامعني كويس؟ الصوت بس يا جنابه معلش، الصوت شويه فيه شخشقه، يا ريت بس تكون قاعد في مكان ما فيه شخشقه عشان الناس تسمع بصوره واضحه. تمام تمام. أنا كنت بقول على بتكلم على أصالة عن نفسي ونيابة عن أهل الجزيرة. كل من يسيء للقوات المشتركة والله لا يمثل إلا نفسه، لا يمثل قبيلة، ولا يمثل جزء من المواطن السوداني الشريف. فنحن متعايشين ومثال لكل ولاية السودان وولاية الجزيرة. ولاية الجزيرة هي السودان المصغر، كل القبائل السودانية موجودة في ولاية الجزيرة. نحن الحمد لله نكن لهم الاحترام، وكن لنا الاحترام لكل القبائل. ما عندنا قبلية نهائيا في السودان. ما حصل سألنا زول انت قبيلتك من وين، ولا انت جاي من الشرق ولا الغرب ولا من الجنوب ولا من الشمال. فنحن كلنا أهل يعني متعايشين في أحسن حال. الشيء الثاني أنا دار أوصله، كل واحد بيتكلم عن المشتركة هو ما بيمثل، خلي بالك، القبيلة، ولا بيمثل يعني جزء أصيل من السودان. ده بيمثل نفسه. لكن كل السودانيين وفي كل بقاع السودان بكنوا الاحترام، وعارفين ما قدمته المشتركة من أرتال، من شهداء وجرحى وأسرى وتحرير لكل المناطق اللي كان مستولي عليها الدعم السريع. ولغاية الآن خلي بالكم في ميادين القتال، إلى الآن هم في المقدمة، والحمد لله الأمور طيبة ومكسرة. نحن نشكرك كل الشكر رفيق النجومي على ما تقدمه أنت وأخونا الشكري من يعني توصيل الحقائق عن طريق إعلامكم. وقسما بالله نحن فخورين بكم. والشيء اللي شفته مع النقاش مع القحاط اللي قبل شوية كان بيناقشك ده خلي بالك هو من دعاة الفتنة. وانتم ان شاء الله انا متاكد باذن الله تعالى انكم تحولوا دون ذلك، دون هذه الادعاءات لانشاء فتنه بين القبائل وبين المناطق وبين القوات المشتركه والقوات درع السودان، سواء كانت براؤون او مقاومه شعبيه. انتم بتوصلوا الحقائق دي بصوتكم، والله احنا صراحه مرتقين باذن الله تعالى. أسأل الله أن يوفقكم ويسعدكم إن شاء الله. وإن شاء الله أنا واحد من الناس إذا ظهر
من اي واحد من الناس اللي انا شايفهم. ومن ضمن الحاجات اللي احنا رفعناها في اللجنه الامنيه ولايه الجزيره، مطالبين بخلي بالك بالناس اللي هم ادعوا الادعاءات عن المشتركه ودارين يستأصلوها ويرجعوا لمناطقهم وما شابه ذلك من الكلام عن المشتركه. نحن ما حنتنازل من حقوقنا، هناخد حقوقنا. نحن جايين باتفاقية جوبا للسلام، اللي ما قراها وما عارفها نحن نوصل له ونديه الكتيب كامل عشان يدرسوا ويتعلم منه كويس. ربنا ان شاء الله يوفقك اخوي النجومي، واشكرك على اتاحة الفرصة لي ان ارد على هؤلاء دعاة الفتنة. الحاجة الثانية، أنا إن شاء الله حاتابع عن طريق الاستخبارات القوات المسلحة لغاية ما نتحقق من إن الناس ادعت للفتنة والألفاظ النابية، إنه ناخذ حقنا بالعدالة والقانون بإذن الله تعالى. تحياتي لك وأكرر شكري لكم جميعا وللرفاق الموجودين فوق اللايف، وجزاك الله خير. نطرح الفرصة لغيرنا إن شاء الله. شكرا جناب شنان. جماعة جناب شنان ده العميد شنان قائد القوى المشتركة بولاية الجزيرة، فعشان كده أنا كنت مصر إنه نسمع رأيه. والناس اللي ما عارفة يعني إنه جنابه شنان هو من أبناء ولاية الجزيرة وهو قائد القوى المشتركة بولاية الجزيرة. فده برضه للناس اللي بتقول لك يعني المفاهيم اللي بيحاولوا إنهم بقدر الإمكان يجروا الناس للمربى بإنه والله ده الجونة من كده. لا، ما في زول جاك، ده أنت ابن المنطقة نفسك. في كل منطقة القوى المشتركة اللي بيديروها هو أبناء المنطقة أنفسهم. فالتحية لك جناب شنان. أنا ما أعرف حاجين الشبكة عنده ولا الحاصل معه شنو. التحية لك عمر. أيوة عمر، الفرصة عندك، اتفضل. طيب ما في مشكله. انا بس داير اتكلم بمنظور كده مختلف شويه كده، واتمنى انه كل الناس يفهموا شكل الكلام اللي انا داير اقوله. لكن قبل ما ابدا كلامي، يعني انا عندي سؤال الشخص المتحدث هو باسم القوات المشتركه في ولايه الجزيره. طيب انا سؤالي نزل شكله صح، بس احنا كنا دايرين انه يوضح لنا شكل شكل القوات الموجوده على مستوى ولايه الجزيره. يعني هل انه في خلافات ما بينات القوات الموجوده دي؟ احنا نعلم جيدا بانه قوات الشعب المسلحه موجوده في ولايه الجزيره، ودرع السودان موجود في ولايه الجزيره، والمشتركه موجوده، كتائب الصندوق الاسود، لواء الزبير بن العوام، كل الفصائل بتاعت المقاومه الشعبيه اللي حملت سلاحها وقاتلت ميليشيا الدعم السريع دي موجوده يعني. وده الاساس المفترض انه يحكموا عنه المواطنين السودانيين. اذا كان في اي عمليه بتاعت خلاف ما بين القوات الموجوده على مستوى ولايه الجزيره، نحن بنفترض نطلع على مستوى الميديا ونقول انه في فتنه حقيقيه ما بين القوات دي. لكن الحاجه اللي انا داير اقولها في كلامي ده ككل، مفترض انه الناس يتفهموه بصوره منطقيه وبصوره عقلانيه. الاسئله الان اللي طرحت من اخونا اسد المشتركه، او برضه بعض التعقيب يعني النجوم اللي انت عقبته في شكل الكلام اللي حصل في المنطقه بتاعت الدلق والمحس، واتمنى انه انا اكون نطقت اسمها الصحيح يعني، وشكل الشيء المراج في الميديا كده عموما يعني. وبعض الناس اللي بيتحدثوا بانه في خطاب بتاع عنصريه ضد مجموعات معينه على مستوى الدوله السودانيه. وانا في منظوري البسيط يا النجومي، نحن لما جينا طلعنا هنا في بدايه 15 ابريل تحدثنا بصوره موضوعيه ومنطقيه، وقلنا انه يا اخي الصراع اذا اي مواطن بيختزله ضد ميليشيا بتاع الدعم السريع يبقى انه هو واهم نفسه. ما نحن بنتكلم بحقائق ونتكلم بدلائل ونتكلم بوضعيه نحن عاصرناها طيله الفتره بتاعت ال3 سنوات، او نحن شاهدناها ما قبل اندلاع الحرب على مستوى الدوله السودانيه. انه في خطاب كان بيوجه ما قبل الحرب على مستوى السودان، بيوجه ضد قوات عسكريه معينه او ضد مكونات اجتماعيه معينه من شريحه معينه داخل الدوله السودانيه. وكلامي ده انت ممكن تكون متفهم يا نجوم، في انه في شريحه معينه ما بتمثل اراده الشعب السوداني، ما بتمثل المجتمعات السودانيه، بتقدم انتقاد واضح، والانتقاد ده ينعكس في شكل رفضهم التام
في ظل التحركات العسكريه اللي ما بعد القوات المشتركه دي فكت آلية حيادة داخل الدولة السودانية. طيب أول شيء يا جماعة العنصرية دي في الدولة السودانية ما بتنتهي إلا بحاجة واحدة بس أو بحاجتين، في إنه نحن كلنا كمجتمعات سودانية نسكت عنها وما في زول يتكلم، دي هنا العنصرية بتنتهي. يا يكون في مرحلة بتاعت وعي تام داخل الدولة السودانية، لأنه أنا في منظوري البسيط يا نجومي إنه العنصرية دي مش مقطونة ضد مجتمعات معينة داخل السودان ولا ضد مكون معين داخل الدوله السودانيه. العنصريه دي ممكن تلقاها جوا بطن بيتكم، جوا بطن بيتك، ممكن تلقاها في داخل ابناء القبيله الواحده، في داخل ابناء البيت الواحد، ودي نحن كعيشه سودانيه عشنا. يعني عادي انت ممكن تختلف مع اخوك يقول لك يا اخي لفظ كده عادي الان كده معلش ما طيب هاي عندي فرصه ثانيه اتنازلت لك. قبل ذاته قاطعتك. طيب هاي بس كده هاي خلينا اتم كلامي بس. لا قبل ذاته قاطعتك عشان كده بس لانه شبكه طيب يا الشبكه هنا ما باسمي والله ناسي انا موسى. والله يا